الحياء خلق الأنبياء، الحياء دائما لا يأتي إلا بخير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها. ونبص لكل الأنبياء كان عندهم حياء. ولا شفنا مثلا سيدنا موسى لما سقى للبنتين، وسبحان الله الآيات لما قالت فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فإيه اللي حصل؟ كان فيه هوا شوية كده يعني في الجو، فهي ماشية قدام سيدنا موسى. سيدنا موسى مش عايز، لأنه عنده حياء، مش عايز يشوف حتى تفاصيل جسمها، فقال لها طب انت امشي ورايا وانا همشي قدامك، ويشوفي طوبة كده ايه يروح يمين يمين شمال شمال. النهارده يا جماعة لو نشوف نربط الحياء في واقع الحياة بتاعتنا، بنشوف الشباب الآن والبنات اللي بتعمل بيرسنج، اللي بتعمل في مناخيرها حلقان وفي ودانها حلقان وفي لسانها حلقان بس بيحزنني قوي انا لما اشوف بنت مسلمة بتعمل الحاجات دهيت، لان احنا المفروض عندنا يعني عندنا دين، المفروض عندنا قواعد، المفروض عندنا كتالوج ماشيين عليه القرآن ودين ربنا، ويكون عندنا حياء.